مقارنة سريعة وقوية بين أحسن 10 أهداف بين أحسن 2 مهاجمين في الجيل الذهبي لمنتخب مصر، عماد متعب المتعب وكمان عمرو زكي اللي احتل البلاد الإنجليزية في فترة من الفترات في البريمير ليج وسجل أهداف خيالية رائعة. تعالى نبدأ على طول بأول 10 أهداف للمتعب عماد متعب. عماد متعب كان أحلى أهدافه بيجيبها في الفرق الكبيرة، وكان بيجيبها في الزمالك زي الهدف اللي هنبدأ بيه دوت في مرمى الزمالك بعد ما جاب لمدحت عبد الهادي قلب الأسد الغضروف حرفيا بعد اللفة اللي لفها بيه، وحط الكرة بشماله بمنتهى الدقة والمهارة والحرفنة والفينش اللي مش هيعوض تاني. زي ما قلت لك ان كان احلى اهداف وبيجيبها في الزمالك، تعالى اوريك كده تاني هدف معانا في الفيديو ده، وهدف فيه كل حاجة والعمدة بيعمل فيه كل حاجة، سواء تحرك، كنترول على الكورة، سبق المدافع، الفينش اللي ولا اروع في سقف الشبكة لا تصد ولا ترد، رغم ان اوسا كان واقف صح وواقف واخد خطوتين وسدد له الزاوية وسدد له المرمى، ولكن ده عماد متعب يابا، ده عماد متعب يا جدعان، حط وش رجله على طول في سقف الشبكة لا تصد ولا ترد. الجون التالت معانا، وزي ما قلت لك اجوانه في الزمالك كلها جامده، واجوانه في الزمالك كلها تدرس للناشئين بعد ما رقص حارس المرمى اللي طالع غلط خالص ويحط الكوره ببطن رجله كده في البعيده، رغم ان في 2 مدافعين واقفين وحارس المرمى، ولكن محدش قدر يقرب للكوره ولا يعترضها عشان يبقى هدف من اجمل اهداف العمده. الهدف الرابع معانا بيثبت لك اكتر واكتر واكتر ان تخصص الزمالك ومواليد منطقه الجزاء، بعد ما 2 مدافعين ضاغطين عليه وال2 مدافعين قافلين عليه الزاويه وحارس المرمى واقف في مكانه، ولكن عماد متعب اختصر ده كله بتسديده ار2 برجله الشمال. بقى المره دي بيحط برجله الشمال كوره ببطن رجله في البعيده هناك خالص في المقص، لا تصد ولا ترد، ولا لو جبنا مليون عبد الواحد السيد وأوسا يقف في الجون مش هيعرفوا يشيلوها. عماد متعب كان مهاجم من طراز فريد جدا جدا جدا، ومحتاجين مهاجم زي ده في الاهلي دلوقتي او نص مهاجم حتى. وبعد ما خلصنا اهداف الزمالك ندخل على الهدف الخامس، وهدفه الجميل جدا في الاتحاد الليبي اللي سجله وهو عنده اصابة وبيلعب وهو مصاب. عايزك تركز معايا ازاي استلم بشماله العرضية وازاي لف مرة واحدة وحط الكورة بيمينه بوش رجله الخارجي، حاجة كده من الخيال، حاجة مهاجم عالمي كان بيلعب في النادي الاهلي، مش زي اشباه المهاجمين اللي موجودين عندنا دلوقتي، سواء شريف سواء جراديشار سواء كل المهاجمين اللي دخلوا الاهلي في ال10 سنين الاخيرة، ما عدا طبعا وسام ابو علي. وده الهدف السادس معانا، وهو بيودي مدافع انبي المريخ بترقيصة واحدة بس. شوف هنا هوشه بس وداه البيت، روحوا على طول بعد ترقيصة واحدة وحط الكورة بمنتهى السهولة بعد ما المرمى اتفتح قدامه بعد الترقيصة. الهدف السابع بقى عالمي في مرمى مين؟ في مرمى بلجيكا، عماد متعب، وهدف دبل كيك ولا اروع، يدرس حرفيا للناشئين والمهاجمين الصغيرين، واقف جوه منطقة الجزاء كما يجب ان يكون، استقبل الكرة العرضية دبل كيك عالمي 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 على طريقة واين روني. واذا ذكر عماد متعب لازم يذكر الهدف دوت، وهدف الفوز ببطولة الكونفدرالية قدام سيو سبورت، وهدف البلس 90 اللي كان معودنا عليها العمدة عماد متعب دايما، بعد تحرك مثالي سرق فيه المدافع وسرق فيه حارس المرمى وفنش بمنتهى الروعة بدماغه. والهدف التاسع والعاشر هضمهم لكم كده مع بعض بسبب الفاولات اللي كان بيلعبها العمدة بمنتهى الدقة، وده أول واحد فيهم قدام الإنتاج الحربي من فوق الحيطة، وده تاني واحد فيهم برضه بمنتهى الدقة في ماتش الاتحاد بعد ما حطها كده في الزاوية اللي واقف فيها الحارس ولكن ضحك عليه، وده الهدف الثالث معانا بس المرة دي قدام حرس الحدود، وده أحلاهم حاططها في المقص فوق هناك خالص بعيد. ودي كانت ميزة تانية خالص في عماد متعب، وكان بيسجل من أهداف فاولات حرة على 18 كتير جدا، كان بيبدل هو وتريكا الماجيك والساحر الكبير اللي استنوا ليه فيديو قريب جدا. ندخل بقى على ال10 أهداف بتوع البلدوزر عمرو زكي، وده أول هدف معانا وهو فيجن ويخطف الكرة بشماله على طول لا تصد ولا ترد في سقف الشبكة فوق، استقبال للعرضية مميز وعالمي برجله الشمال، الرجل الأضعف المفروض يعني، وحط هدف عالمي في بداياته مع ويجن. وطالما دخلنا في ويجن وأهداف ويجن الجميلة مش هينفع نطلع منها ونشوفش الهدف الجميل ده بتسديدة ولا أروع في حتة صعبة جدا جدا جدا، ولكن ده عمرو زكي صاحب القذايف حرفيا، الراجل بيشوط كوره بوش رجله لا تصد ولا ترد، من قوه الكوره راحت خبطت في بطن العارضه وردت جوه الجون
وهدف رسمي جميل جدًا، جدًا، جدًا لعمرو زكي. ده طبعًا أحلى هدف في تاريخ عمرو زكي، وزي ما تقول قُل، لإن الهدف ده بس مش حلو، الهدف ده كمان في مرمى مين، في مرمى العملاق ليفربول، كورة double kick ولا أروع ولا أجمل من مسافة بعيدة جدًا راحت في حتة صعبة جدًا، جدًا، جدًا. الجول ده مهما اتفرجنا عليه ومهما عملنا مش هنزهق منه، لإنه من أحلى الأهداف اللي الواحد ممكن يشوفها لمهاجم مصري بطريقة ولا أروع ولا أجمل، وعمرنا ما هننسى تعليق كابتن حمادة إمام عليه على قناة نايل سبورت. طالما هنتكلم عن الزكي عمرو زكي ما ينفعش ما نذكرش الهدف الجميل اللي سجله في النادي الأهلي دوّة، هدف ولا أروع ولا أجمل وسط 2 مدافعين تقال عماد النحاس وشادي محمد، يطلع الراجل يحط الكورة ولا أروع ولا أجمل من قدام أمير عبد الحميد على ما أتذكر اللي كان واقف المباراة دي. هدف جميل جدًا، جدًا، جدًا لعمرو زكي، بيبين أهم ميزة في عمرو زكي كمهاجم، وهي القوة والالتحامات وتسجيل الأهداف بطريقة رائعة. وده هدف من أحلى أهداف برضه عمرو زكي بعد كورة عرضية وضربة ركنية تنزل لعمرو زكي اللي بيلف وسطه على طول 360 درجة ويحط جون جميل جدًا، جدًا، جدًا برجله الأضعف برضه زي ما قُلت لكم الشمال. عمرو زكي كان مميز جدًا في الحتة دي، بيقدر يلعب برجليه الاتنين زيه زي عماد متعب، وبيقدر يسجل برجليه الاتنين، 2 مهاجمين متكاملين حرفيًا، بيمينه ماشي، بشماله ماشي، بدماغه ماشي، أيوه يا مُرجان. تعالَ بقى معايا أورّيك هدف نادر كده للبلدوزر عمرو زكي، أعتقد إن أنت ما شُفتوش قبل كده، هدف في لقاء وِدّي وعمرو زكي وdouble kick ولا أروع ولا أجمل من كده بعد عرضية من إبراهيم صلاح، استلم الكورة الراجل وراح عمل control عليها وحط double kick، ما فيش بعد كده، ما فيش أجمل من كده، وهو ده عمرو زكي وهي دي إمكانيات البلدوزر، المهاجم اللي ما لوش حل. بصراحة كده عمرو زكي ما عملهاش مرّة ولا 2، لأ ده 3 مرّات ويمكن أكتر كمان. بعد الهدف الجميل ده في مرمى بلدية المحلة برضه يروح يستلم الكورة وبcontrol ولا أروع ولا أجمل من على حدود ال18 في حتّة صعبة جدًا وبعيدة جدًا، ويخطفها مرّة واحدة على طول بdouble kick ولا أروع ولا أجمل من كده من عمرو زكي المهاجم المتكامل البلدوزر. حرفيًا كان هو وعماد متعب في منتخب مصر، أنت المُخ وأنا العضلات، والاتنين كانوا بيسجّلوا أهداف ولا أروع ولا أجمل من كده. نتمنى إن إحنا يطلع لنا مهاجم رُبع واحد في الاتنين. الهدف التامن وكانت ميزة كبيرة جدًا عند عمرو زكي إنه بينزل آخر مباريات يخلّص برضه زي عماد متعب، بس المرّة دي مع منتخب مصر، وهدف جميل جدًا برأسية جميلة جدًا، جدًا بعد عرضية ولا أروع ولا أجمل من بوتريكا الماجيكو بشماله، راحت على دماغ عمرو زكي اللي طلع زي الفهد حَط الكورة وخلّص المباراة لمنتخب مصر على السنغال. الهدف التاسع بقى فيه حاجة نادرة جدًا، جدًا ما بتحصلش كتير مع عمرو زكي، وهي الترقيص لمّا رقّص مدافع كوت ديفوار في 2008 وحط تسديدة قوية، دي كانت عادته طبعًا التسديدات القوية أرضية لا تُصَد ولا تُرَد، وهدف من أحلى أهداف عمرو زكي مع منتخب مصر. الهدف العاشر والأخير للبلدوزر كان في نهائي كاس مصر برضه بعد ترقيصة ولا أروع ولا أجمل نيّم فيها مدافع إنبي تنويمة وحشة جدًا، 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 وخلّص اللقاء وخلّص البطولة لنادي الزمالك بمهارة رائعة وتسديدة جميلة بشماله اللي برضه بيشوط بيها زي يمينه، ودي ميزة من ميزات البلدوزر عمرو زكي.